في عنا انتخابات البلديات. طبعا نحن ضمن الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة. نحن كمكون سرياني، طبعا انت سألتيني رأيي بك كمكون سرياني. نحن خلال 4 سنين أزمة عم تشوفوا، من خلال تشكلت الإدارة الذاتية من إرادة المكونات الموجودة، إن كان عرب وأكراد وسريان. نحن للأسف صرنا عم نقول مكونات، سابقا نحن ما كان في هذا الشيء، ولكن حاليا مجبور نحكي هذا الشيء. ضمن الإدارة الذاتية، ضمن قواعد الإدارة الذاتية وأسس الإدارة الذاتية هي الديمقراطية، هي تشاركية كل الشعوب بدون إقصاء أي مكون كان، إن كان قومي أو ديني أو إثني أو أي إن كان. اليوم الخطوة الأولى أو السلم الأولى نحن نقولها هي انتخابات البلديات. طبعا رح يكون في سلسلة انتخابات من بعد المجالس المحلية والمجلس التشريعي، كمان رح يكون في انتخابات. اليوم عم نشوف نحن من إرادة الشعب، هي اللي من أصغر خلية بالمجتمع اللي هي الكومونات. تشكلت الكومونات، أسست الكومونات صار فيها انتخابات، انتخبوا مين راح يكون مجالس الكومونات. واليوم هي الخطوة الثانية تشكيل انتخابات البلديات. نحن عم نشوف إرادة الشعب هي اللي عم تكون، هو اللي يقرر مين رح يمثله، مين رح يخدمه، مين رح يكون هو بالفعل قادر انه يعطيه اللي هو بده اياه. نحن عم نشوف كل المكونات موجودين ضمن المرشحين، ضمن المكونات مفتوح المجال لجميع المكونات، وكان في مرشحين من كل المكونات، وحتى الناخبين كمان من كل المكونات عم تجي تنتخب اللي هي بتريده. فأتوقع إن شاء الله نقطة إيجابية، خطوة أولى هي، يعني نحن ما راح نقول 100% راح تكون يعني ناجحة، هي ناجحة، لكن راح يكون في أغلاط أو أي شيء ثاني. نحن باعتبارها جديدة والكل جديد على هذا الأمر، إن شاء الله راح نتفاداها بالانتخابات الجاية. أنا أطمنكم يعني عن جد الانتخابات اليوم نحن نشوفها متفائلين فيها، واكيد من اليوم الصبح جايين هلا نشوف في اقبال، وان شاء الله راح تكون ناجحه. اخر النهار راح يكون في، وبكره نتائج راح ترضي الجميع. حاليا هو الصبح، يعني طبعا عم تشوف يعني اليوم هاي اول مقر، هو اول مكان للانتخابات. انا شفت اكيد راح يكون في عنا جوله ثانيه، زي راح نطلع على المكانات الثانيه زي، بس جيده يعني جيده ان شاء الله راح يكون لسه اول نهار هي.